هلبس كارمن باراشوت يا ايمن. تعالى لي هلبسك الفستان. حاضر يا استاذ. يلا هناك. هما عملوا فينا يالا. ولا اللي بيتاخر زينا كده بيدخلوه اوضه الفيران ولا بيحطوا السيخ المحمي في صرصور ودنه. انت جايه متاخره؟ الميعاد الساعه 8. الاستاذ بتاعكم بسلامته هو اللي حدده الايمن. جيت انا 8:30. اتاخرت ليه؟ انا كده بقى ما احبش حد يفرض عليا حاجه، اصل هو حدد الميعاد اللي يناسبه، وما دام ما اتفقناش يبقى من حقي اجي في الوقت اللي يناسبه. صدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا بره من 8 الا ربع وقصدت اتلكى عشان اربز لكم المخرج بتاعكم ده. ده هيتفرس فرسه. احسن. ده انت مناكفه بقى. لون برضه. انت معهد باليه؟ قعدت في المعهد 3 سنين وسبته. سبتي ليه؟ وانت مال اهلي؟ ما بهزر. لون بصراحه رفضوني. ورفدوكي ليه؟ اصل ضربت مخرج. ضربتيه ضرب؟ سبلي، اما اكون صاحبته بالعافيه او يقرفني في التمرين، وانا ما احبش حد يغصبني على حاجه، اصل انا حريتي قبل اي حاجه تانية. مش انت حر؟ وانت مال اهلك؟ حلوه قوي. وبعدين وحشه وحشه قوي. اسره سبت الباليه ودخلت الكونسرفاتوار، قعدت فيه 4 سنين وسبته. وسبتي ليه؟ برضه ضربت مخرج. ده انت تخصص بقى. اصلك انت مش واخد بالك، في صنف من المخرجين دول معقدين، عنده عقده نقص، عشان يثبت انه مخرج لازم يعمل الشويتين بتوعه. بالك انت المخرج بتاعكم اللي كلكم بتترعشوا منه، هي مره واحده بس اديله على قفاه يمشي عدل. اصل انت مش واخده بالك، المخرج بتاعنا ده قليل الادب، ممكن يقلع الجزمه يضربك بيها ويطردك. بناقص هيقطع عيشي، ما انا بشتغل. شغل ايه؟ برقص، ما اقدرش اعيش من غير رقص. بتغني؟ يوه غنيت على شباب كتير زي الورد. شغل فين؟ في كباريه. زفت. كباريه زفت؟ يعني انت اللي بترقص في البولشوي يا خايب. غلط، الخطوات دي كلها غلط. ولا تعالى اقعد هنا، انت مالك انت؟ تعالى اقعد هنا. مفيش ستايل. اتفضلوا انت بالذات هيدول الخطوات دي تاني. امرك يا استاذ. استاذ ايمن مش موجود، هعدي عليه بكره. تعالي والله بكره خش البروفا. اصل انا مطربه ما برقص. خش البروفا. ثانيه يا نسا، خشبة المسرح لها تقاليدها ولها اخلاقياتها، صحيش تخش مصاصه. اتفضلي. 1 2 اوكي اكمل. ما معروفه 1 2 بعديها 3 4 على طول. انا لسه ما كملتش. 1 2 3 4. ركزي في الخطوات. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اي 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. طب انا عملت الخطوات، ممكن افهم بقى يعني ايه دي ويعني ايه دي؟ نفذي الخطوات من غير اي مناقشه. كفايه. انتوا الاربعه بروفتكم بكره الساعه 7. استني. انا؟ لا هعمل معاكي بروفا لوحدنا. كده؟ طب امشي انا بقى. ما تخليكي معانا يا مشيره. لا اصلي تعبانه شويه. مشيره ثانيه واحده. مشيره، البنت سالتك سؤال وانتي ما جاوبتهاش. انا دلوقتي اللي عايز اعرف بجد، يعني ايه دي ويعني ايه؟ لا احسن تسالني تحرجني مشيره. تعالي، مش عايز استفسار عن اي حاجه. بتقولي انك بتغني؟ ايوه. بتقري نوتة؟ ايوه. الاغنيه دي
حاول تمشي مع التونيشن. اعلى شويه. اعلى سنه. يا بنتي الاغنيه ما بتبداش بتبدا بخذني. ما انت كنت هتاخذ عيني من القوس. اقفي ورا القوس. مالكيش دعوه بينا، كنت بظبط كمان. خذني 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 خذني. انت كده مش بتغني، انت بتطلبي من ربنا. خذني يا رب خذني. مش اشحت بيك يعني ولا ايه؟ بتقولي لحبيبك خذني خذني من الفاضيز. خذني خذني مش هنرجع. خدني. معقولة؟ لحبيبك بتقولي لحبيبك قالت خدني خذني خذني فإني أحب الحياة. صعبة عشان العفو. نفسي اعمل اغنية كلها كده. صعبة قوي. يلا دي ايه؟ قمر. يلا. وأعشق في الليل ضوء القمر. عشان اصل خذني قريبه من خد البيتزا واسكت ف خذني خذني فإني أحب الحياة وأعشق في الليل ضوء القمر. وحشة قوي. أول مرة تمثلي مش كده؟ أول مرة تمثلي على المسرح؟ أيوه. شوفي، مهنة الممثل بتعتمد على 3 أدوات رئيسية: العقل وجسمه والجهاز التنفسي. عقله إن شغلته بتبدأ بعقله عشان تصل لعقول الناس، دي أهم أداة. جسمه هي دي مشكلته، إن العازف يبقى في إيده آلة يستطيع إنه يضبط أوتارها عشان يعزف عليها، إنما الممثل مشكلته إن هو جسمه هو آلته اللي يجب أن يضبط أوتارها كي يستطيع العزف عليها نغمات صحيحة تصل للجمهور. الجهاز التنفسي عشان ينظم الأداء بتاعك بين الجملة والجملة. خلينا في العقل لأنه هو أهم أداة عند الممثل.
ازاي الممثل يكتشف عقله بيشتغل ازاي؟ عقل الممثل بيشتغل في 1/60 من الثانية. الثانية في 1/60 من الثانية لازم ياخد اوردر ويدي اوردر، او ياخد اكتر من اوردر في نفس الوقت ويدي اكتر من اوردر في 1/60 من الثانية. لازم الممثل يدرب عقله ازاي بسرعة في 1/60 من الثانية بياخد اوردر ويدي اوردر. هنعمل تجربة. انت المفروض مرايتي، مظبوط؟ انا قدام المراية لما اعمل اي حركة اي موفمنت انت المفروض هتبان الحركة دي في المراية وانت مرايتي، فهتعملي نفس السينكرونيزيشن، الزمن، تزامن، ازاي نفس الاداء نفس الحركه الارتفاع اكنها مرايه. يعني انا شايف نفسي في المرايه كويس، انت المفروض مش عارفه انا هعمل ايه. عشان كده هيبقى عقلك بيتدرب ازاي في 1/60 من الثانيه ياخد اوردر او اكتر من اوردر. جاهزه؟ اوكي تروكر ريدي. لا خلاص راح فين يا ماما؟ مرايه مرايه. انا هعمل كده وفي المرايه بسم الله الرحمن الرحيم. معقوله؟ يعني هتعملي مكياج الصبح ترجعي بالليل تشوفي فيها نفسك عامله على بال ما تشوفي صورتك؟ لا مرايه بالظبط. يلا لا انت مركزه هنا اهو مش كل مره. ما لا ركزي. صباعي فين؟ صباعي يا امي صباعي فين؟ رجلي في المراية، رجلي فين؟ فين لساني؟ امي حافظة اشتغل لوحدي معقولة؟ طيب نشوف ازاي بقى العقل يدي اوردرين عكس بعض، اوردرين عكس بعض في نفس الوقت في 1/60 من الثانية. اعملي بوشك النص ده بيعيط والنص ده بيضحك. في تاتش هطل شويه عادي يا بنتي كده الضيوف يفتكروا ان انا مجنون. عادي. ازاي عقلك في 1/60 من الثانيه هيدي اوردر لعضلات وشك هنا انها تتاثر وتنفعل وتعيط، وفي نفس الوقت النص ده هتدي اوردر للعضلات دي انها تضحك. تقدري تعمليها. يلا ركزي كده. هنشحت يا امي هنشحت كده. مديه على اسماعيل ياسين شويه. طيب ازاي بقى تعبري بجسمك انك شجره في مهب الريح؟ ده كده عود قصب يا امي. شجرة بلوط، جذع كبير لها جذور في الأرض ثابتة. الشجرة مهما كانت الرياح ما بتهزهاش. طيب دي الشجرة، فين الريح؟ ازاي؟ أنا عملت جسمي كده شجرة، ممكن الناس تتخيل إن دي شجرة. يعرفوا منين إن في ريح؟ منين؟ ها؟ منين؟ منين إيه؟ منين؟ لا رياح لا رياح مش ريح، رياح. عاصفة اهو. احساسك الداخلي هو اللي يبين للناس ان في عاصفة. انا اسف ما تعرفناش. انا اللي اسفه بس صدقني انا كنت بهزر هناك. كلهم في الاول بيقولوا كده، انما بكره النكد بكره ان شاء الله. اسمك ايه؟ كريمه. شوف يا كريمه، انا هقدم على المسرح هنا كارمن. اوبرا كارمن بتاعت بيزيه؟ لا مالناش دعوه ببيزيه، انا ليا تصور تاني خالص في كارمن. انا عامل معالجه ما بين حدوته اوبرا كارمن وبين الواقع. مش شرط الواقع بتاعنا، ممكن يبقى الواقع العالمي كله، الاحداث اللي بتحصل في العالم كلها، من خلال مناقشه حيويه ما بين فكره الحريه المطلقه